شايفين الجمال؟ شايفين معمولة بأقل التكلفة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم؟ جميلة جدا وسهلة، والله ما خدت 10 دقايق في العمايل، لكن هي بتقعد في التلاجة عشان تجمد. ايه رأيكم؟ معمولة دي بسوس الجنش بتاع التورتات. بص الجمال، حلوة قوي قوي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله ونصلي على سيدنا رسول الله. صباح الخير، صباح الخير على أحلى متابعين. أهلا بيكم في قناتي، قناة ماما سوسو. النهاردة هنعمل تشيز كيك بطريقة حلوة جدا، عشان المرة التانية عجبتهم جدا، ولما عجبتهم طلبوها تاني اعملها لهم النهاردة بالسوس الشوكولاتة. طبعا المقادير انتوا عارفينها وانا هقول لكم برضو. هنا 1.5 كوباية بسكوت، نفس البسكوت اللي انا بجيب العلبة بيبقى فيها 12. كل عملت دول 6 بواكي، والتانية كانت 6 بواكي. هنا نص كوباية سمنة، حسب ما هتاخد، ممكن تاخد اكتر من كده. بسم الله. خلاص كده هدعكهم حلو جدا واخليهم زي حباية الرملة المبلولة كده، زي مثلا حاجات كده مبلولة، واحطهم في الصينية. هي سهلة جدا مش مكلفة، لو مكلفة جيبي باكو على قدك. تمام. بص خلاص هي كده بدأت رمل، وزي ما وريتكم المرة التانية لما تمسكيها كده وتدعكيها كده وتمسك كده يبقى عرفتي. خلاص احطها في الصينية بس كده. بصي سويتها بظهر المعلقة، لا بكوباية ولا حاجة، بظهر المعلقة بتستوي على طول. لما تكون مظبوطة في السمنة بتاعتها ما بتتعبكيش. خلاص هدخلها التلاجة 10 دقايق عبال ما اعمل الحاجات بتاعتها. بينا بقى المقادير الطبقة التانية. انا عندي هنا كريم كراميل باكوين. المرة دي هزود الكمية شوية. تمام كده. هحطهم انا الاول هنا نص كوباية الا ربع سكر. تمام. وايه تاني؟ والكريم الكراميل هنحطه. بسم الله. والعلبة التانية هنحطها. انا هحتاج لدول، هحطهم في الاخر اما احطه على النار واخلصه. تمام كده. نرمي الحاجات دي، نحط هنا هحط كريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط اكتر المرة دي، هحط 3 معالق عشان الكمية كبيرة، لان هنا عندي 4 كوبايات لبن. عصرت الدنيا. تمام. هنا البستر الموجود هحطه، معرفش قد ايه برضو ده، خليه بالبركة كده. وما يعتبر معلقتين. خلاص. اللبن البودر هحط برضو بقية الكيس ده بتاع نص كوباية، واحطهم كلهم هنا بقى. اهو هفضي اللبن بالكيس كده حطيته، واكتر من ربع كوبايه، ما يطلعش نص كوبايه. اقلبه كويس قوي واحطهم على النار وارجع لكم بقى تاني. والبسكوت ما يقعدش ياما في التلاجة عشان ما ينشفش وانت بتقطعيه، ما يبقاش ناشف معاكي. بقى نحط الكريم والحاجات اللي انا عملتها. هي سخنه شويه، انا سايباها برضو
تبرد بس برضو ايه عشان انا مستعجله. بسم الله بسم الله. خلاص كده تبرد بقى شويه ادخلها التلاجة. تمام. بصوا هنا بعد ساعه ونص جمدت يعني هي حلوه كده جميل. هحط هنا صوص اللي هو الجنش بتاع صوص الشوكولاته. هو عندي مش عاملاه عندي من الاول وعندكم في القناه كذا مره عاملاه اهو. اوزعه بقى واعمله على الوش كده. بس كده اوزعه واوريهولكم ازاي. تمام كده. اسيبه بقى في التلاجة. وقت ما اطلعه هقطعه واوريهولكم. الحكايه سهله جدا واقتصاديه. يعني انت لو جمعتي، انا ما عملتش الحاجات المكلفه اللي بتتعمل، انا عملت بالابسط الامكانيات. ايه رايكم بقى بعد ما خلصت؟ بصوا الجمال. بصوا ايه رايكم؟ حلوه قوي قوي. طب تيجي نقطعها مع بعض سوا. بسم الله. انا حاطه في الصينيه كيس فاتحاه وحطاه مغلفه بيه الطبق اللي تحت. بصوا الجمال. ان شاء الله تطلع بسهوله يعني. اهي اهي. عايزه بس ارفعها واملى. شايفين الجمال؟ شايفين؟ حلوه قوي قوي قوي. بصوا بصوا حلوه ازاي. على فكره سهله قوي في عمايلها. وانا مخليها تبقى اقتصاديه عشان اي حد يقدر يعملها، عشان الاسعار غاليه بنجيبوها من بره غاليه، فتقدري تعمليها بالطريقه دي بطريقه اقتصاديه جدا جدا. شايفين؟ انا مش معايا الشوكه دلوقتي بس بصوا تطلع ازاي. بصوا حلوه قوي قوي قوي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.